السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة أنا عارف إن العنوان يمكن شفته في فيديوهات كتيرة جدا. اوعى تستسلم، نيفر جيف اب ومش عارفة ايه، كلام كتير كده، بس اوعى تستسلم بجد. أنا دلوقتي أقول لك على قصة حصلت معايا شخصيا. القصة دي بجد يعني أتمنى إن هي تستفاد منها يعني. في أواخر رمضان قبل ما يخلص رمضان يعني بيوم أو يومين بالظبط، كان في ختمة شغال عليها، ختمة القرآن. فأنا كنت لسه بدري أوي، كنت متأخر جدا. كنت حرفيا فاضل لي يمكن اجزاء كتير جدا قبل ما اخلص، يعني كنت اصلا في يعني ليله تقريبا 28. كنت خلاص هدخل على نص القرآن. تمام. فانا قلت ايه، كده مستحيل اخلص ومش عارف ايه، بس قلت احاول اسعى واشوف. حاولت وجيت تقريبا على اذان العصر كده، وقلت مستحيل. خلاص. كان حرفيا قلت مستحيل. رمضان بكره دي اخر ليله، وبكره رمضان خلاص هيخلص، كانت ليله 29 وانا قلت خلاص ده مستحيل. وفعليا استسلمت من العصر، وقلت خلاص. جه الليل، قمنا يعني وكده اهو. وفي الاخر بقى جه الصبح. انا قلت ايه، خلاص بكره رمضان طب قلت بقى اوقف قراءه، معقول اوقف قراءه قران في رمضان ده كله حسنات؟ اقرا وخلاص. بدات احاول اقرا بس قراءه خفيفه، يعني صفحه صفحتين كده اهو. جيت على العصر وقلت لا، انا مش هستسلم. وبدات اقرا يعني وكده اهو، قلت انا مش هستسلم. طب فاضل يعني ساعات قليله جدا ورمضان يخلص. وبالفعل بدأت وقعدت أقرأ لغاية ما جينا على خلاص المغرب. وقلت خلاص أدعي يعني، وقدر الله ما شاء فعل. وبدعي وكده أهو. وخلاص دي كانت آخر يوم، يوم 29، وقلنا إن بكرة العيد. استحالة يعني أصل رمضان يزيد يوم يعني. فاهمني؟ وإلا بقى، وبعد ما نخلص خلاص وبعد المغرب مستنيين بقى الرؤية عشان نشوف بكرة العيد ولا لأ. إيه اللي حصل؟ يا جدعان بكرة المهتمم لشهر رمضان. طب انا الختمه، طب انا استسلمت حرفيا. انا ندمت في اللحظه دي على اللحظه اللي انا قلت فيها خلاص هستسلم، انا مش هقدر اكمل. ندمت بجد على اللحظه دياتي، علشان اهو يا ابني ده رمضان زاد يوم. انت متخيل يعني؟ المهم هو مش زاد بس، في يوم جه فرصه انت ما كنتش متخيلها اصلا. فده من كرم ربنا. فنصيحتي اوعى تستسلم. انا عارف ان احنا تقريبا داخلين برضه على امتحانات الثانويه العامه، فاضل تقريبا شهرين والثانويه العامه تبدا امتحانات. فنصيحتي ليك اوعى تستسلم تماما. حتى لو مراكم كتير جدا 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 ووراك حاجات كتيره جدا، اوعى تستسلم وخش وان شاء الله خير. توكل يا عم. طب ما انا في حاجات كتير قوي مفيتاني ومش عارفه ايه، ولا عارف المها في المراجعات، ولا عارف انا هستسلم. ما تستسلمش، ما تستسلمش. وما كان ربك بظلام للعبيد. ربنا عمره ما هيشوف سعيك وهيسيبك كده اهو. السيدة هاجر قلنا قبل كده ان هي كانت بتسعى ما بين الصفا والمروة علشان خاطر ان هي تقدر تجيب المياه لسيدنا اسماعيل. وسيدنا اسماعيل طفل رضيع، وهي عمالة تروح وتيجي، راحت جريت 7 مرات. فين المية في كده اهو؟ فين المية ان انا عمال اجري من جبل واطلع وانزل واطلع وانزل وصحراء يا باشا، آلاف الكيلومترات يمين شمال، ولا هتعرف تروح فين. طب تعمل ايه دياتي؟ المفروض تستسلم يعني. وكل منطق البشر يقول لها خلاص استسلمي، انت بتعملي ايه؟ لا، هي رفضت الاستسلام وبدات بالسعي. السعي وقعدت تسعى وتروح وتيجي 7 مرات لغايه ما حصلت معجزه. ما طلعت من تحتيها. انا مش قصدي ان هو معجزه، بس هي حرفيا اللي حصل، حسيت اللي حصل معايا في اللحظه دي، هي في رمضان زاد يوم. تمام. فطب ايه معقوله يعني مثلا ثانويه عامه واضح الجدول خلاص نازل اصلا مفيش اي حاجه؟ يا عم ما حدش عارف اللي يحصل. يمكن يا عم، يمكن السنه عامه شهر، انا ايش دران. بس اوعى تستسلم. او يمكن انت تلحق تلمهم، يمكن انت تلحق تلمهم. وصلك؟ يعني انت يمكن تلحق تلمهم، ليه لا؟ ابدا وتوكل على الله. استعن بالله ولا تعجز. بس ولا تعجز. ببساطه دي طب وقعت، وما تستسلمش. طب انظم وقتي مش عارف اعمل ايه. شوف انت اللي عايزه واعمله. دي لعبتك. خد سلاحك وقوم حارب. انت في حرب. الدنيا حرب، انت عايز دايما تحقق اهدافك. لو هي الدنيا مش حرب، كانش ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هي حرب، انت بتحارب نفسك، بتحارب شهواتك،
بتحارب الملذات اللي حواليك، بتحارب. وعلى فكره انت لما بتبدا الحرب دي، بص انا عايز اقول لك كل حاجه بتبدا تحصل. ابسط مثال، احنا في شهر رمضان المفروض شهر العباده وشهر الصوم وشهر الطاعات، كانت بتنزل لك احسن يا باشا افلام. بص بقى، وكميه مسلسلات ومش عارف ايه في رمضان بقى، والموسم الفلاني والبرنامج العلاني. وخلص رمضان وفي اللي سمع المسلسلات على فكره. طب انت يعني زدت دراع، وانا ابرر نفسي من ذلك، بس ايه اللي حصل لنا؟ ولا اي حاجه. نصب علينا مش عدى شهر رمضان وخلاص. طب احنا فين؟ فقوم محارب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا سيدي، طب ده انا كنت رامي ان انا اجيب 100% في الثانويه العامه ومش عارفه ايه، طب اعمل ايه؟ قوم محارب، يمكن توصل. اصل محدش فينا يعرف الغيب، ولا انا ولا انت. وعلى فكره شهرين، شهر، اسبوع، صدقني كافرين يغيروا حياتك. بس انت خد القرار وجاهد، اوعى تستسلم. هو اوعى تستسلم. بس كده، استعن بالله ولا تعجز، فان شاء الله خير. وما توفيقي الا بالله. اتذكر دايما الايه دي، عشان الايه دي بجد جميله جدا. ولم ترمي اذ رميت ولكن الله رمى. لم ترمي اذ رميت ولكن الله عز وجل رمى. تخيل انا هرمي بس مش عارف هتيجي ولا لا. لا، مش انت اللي بترمي، انت ربنا اللي بيرمي. اذكر في مره، ايام يعني، بس كنت بلعب بلياردو. قشطة. انا عارف القصه ملهاش لازمه جامد، ولكن هقولها لكم عشان ايه بجد ليها لازمه. كنت بلعب بلياردو، تمام. ف كان ماتش عادي يعني، واللي قدامي كان شخص عادي جدا، فبلعب. المهم انا كنت تقريبا احرف منه، فبدخل كور وكده. فقام جه يلعب كوره كده، وقام قال الكلمه دي، قال ولم ترمي اذ رميت ولكن الله رمى. الواد ما دخلش الكوره. انا من جوايا لما قال الواد الكلمه دي، انا قلت انا اتحسبت. ولكن انا ساعتها كنت قريب من ربنا يعني، كنت عادي، كنت لو قلت يعني انا وهو واحد، ربنا ليه ينصرني وما ينصرنيش. بس انا قلت انا خسرت. طب ليه يا عم انت؟ انا مش كافر مثلا عشان كده اهو. بس هو قال ولم ترمي اذ رميت ولكن الله رمى. فانا قلت في نفسي انا خلاص خسرت. الواد استعان بالله، هذه حرب لا نقوى عليها. بعد كده فتره برضه عرفت ان في احد الظلمه تقريبا كان داخل قريه، في راجل عجوز داخل عليه، فقال له يا ابني. فالراجل يعني اللي هو الضغير بيقول له ده احنا احتلنا الارض من مشارقها من مغاربها، خلاص مفيش حد قادر يقدر علينا. قال له بس انا استعنت بالله في وقت السحر، يعني في الثلث الاخير من الليل، وقعدت ادعيه. انا الظالم ده قال له ايه؟ قال له هذه حرب لا نقوى عليها. وبجد هذه حرب لا نقوى عليها. انا لعبت بعدها الكره اللي بعديها، دخلت الثمانية السود وخسرت الماتش كله. تخيل. بحركه بسيطه جدا، هم الكره عايز يدخلها وقال لا عليها، ما دخلتش، انا اللي خسرت الماتش كله. فتذكر ولم ترمي اذ رميت ولكن الله رمى، واستعن بالله ولا تعجز. والكلمات دي اتمنى انك تستفاد منها. وبس كده. لو استفدت اشترك في القناة، فعل زر الجرس لو عايز فيديوهات زي كده تاني توصل لك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.